وبيبدأ الفيلم مع واحد اسمه ماكس، واللي بنعرف ان هو في الأوضة بتاعته مع مراته جيسيكا، واللي بتصحى من النوم على كابوس مرعب جدا كالعادة. والواضح ان ماكس بيكون اتعود على الموضوع، بيطلب منها ما تحملش على نفسها اكتر من كده بدل ما يحصل لها زي ما حصل مع مراته الاولى، واللي بنعرف ان هي اتجننت في الاخر. وفي النهايه بيقرروا ان هم يرجعوا على بيت جيسيكا القديم، وده عشان يريحوا اعصابهم شويه. وفعلا ده اللي بيحصل لحد لما بنتعرف على اطفاله من مراته الاولى واللي اسمها تايلور واليس. والواضح ان علاقه تايلور مع جيسيكا مش احسن حاجه بسبب ان هي دلوقتي مكان امها، وبيحاول ماكس ان هو يهدي الموضوع ما بينهم، لكنه للاسف بيفشل في اكتر من مره. تاني يوم بنشوف جيسيكا وهي بترسم لوحات كتيره، واللي بنعرف ان هي موهوبه جدا في الموضوع ده من بدري، وبتحاول ان هي تكتب قصص اطفال. وفي الوقت ده بتظهر اليس عشان تطلب منها تلعب معاها شويه، فبتحاول ان هي تستخبى منها في القبو بتاع البيت، وللاسف مش بتركز معاها بسبب المكالمه اللي بتجيلها من المدير. بعدها اليس بتشوف دمية قدامها وبتحاول ان هي تلعب بيها شويه لحد لما بتعرف ان جيسيكا مش بتدور عليها، وبتخرج من القبو مره تانيه. وهنا بتعرف اختها ان هي متضايقه منها بسبب انها مش بتلعب معاها، ومن دلوقتي هتكون مع الدمية معظم الوقت بتاعتها. وبنعرف ان ده مصلحه ليها، وبتفضل تلف في الاوضه بتحاول ان هي تتصور في البيت الجديد. لكن في الوقت ده بتلاحظ ان في ست بتبص عليها من بعيد بطريقه غريبه جدا، لكن لما بتنزل على هناك مش بتلاقي حد موجود. وبعدها بتشوف جارهم ليام، وبتحاول ان هي تساله على الست اللي كانت هنا من شويه، فبيعرفها انها اسمها باج، وان هي عايشه في المدينه دي من زمان. وبيحاول يعرفها ان الست دي كانت عاوزه تشتري البيت بتاعهم من فتره كبيره، وممكن يخرجوا مع بعض في اي حته، وده عشان يتكلموا اكتر. لكن للاسف بتظهر جيسيكا في الوقت الغلط عشان تعرفوا ان تايلر لسه صغيره ومش هتعرف ان هي تخرج معاه لوحدها. وطبعا بتكون متضايقه وبترجع على البيت. وبالليل بتبدا جيسيكا ان هي تسمع صوت جاي من موازير الصرف، وبتكون فاكره ان اليس عندها صاحب خيالي مش اكتر بتتكلم معاه، فمش بتركز في الموضوع. الناحيه التانيه بتحاول ان هي تعرف ماكس عن اللي حصل من شويه، فبيعرفها ان الاطفال في السن ده بتحصل منه حاجات زي دي، وان هي ما تقلقش عليها. وهنا بيعرفها ان اليس اصلا كانت بتعالج عند دكتوره نفسيه من قريب بعد اللي حصل مع والدتها، وبيخلص اليوم على كده من غير اي مشكله. وتاني يوم بتحاول جيسيكا ان هي تراقب اليس من بعيد، وده عشان تعرف هي بتتكلم مع مين بالظبط. لكن المرعب في الموضوع ان بيظهر خيال حد في الاوضه، وقبل ما تعمل اي حاجه بتظهر بنت عشان تهجم عليها، وبنعرف ان اسمها ساره، واللي بتكون والده تايلور واليس لسه هربت من المصحه. وهنا بتكون عرفت العنوان من بنتها تايلور، واللي كانت بتتكلم معاها الفتره الاخيره، وبتقول لها ان هي وصلت على هنا عشان تحمي بناتها من البيت. في النهايه بتوصل الشرطه مع الاسعاف عشان يرجعوا تايلور تاني على المصحه. وبالليل جيسيكا بتكون تسمع الصوت مره تانيه، والمره دي بيكون صوت اليس مختلف عن كل مره. هنا بتخمن ان هي بتقلد صوت الدميه بتاعتها مش اكتر، لحد لما بيجي تاني يوم والاسره كلها بتودع ماكس قبل ما يسافر على الشغل بتاعه. وبعدها جيسيكا بتقابل جارتها واللي اسمها جلوريا، وبتعرفها ان هي كانت المربيه بتاعتها وهي صغيره. لكن الواضح ان جيسيكا مش فاكره اي حاجه. بتحاول تعرفها ان هي معجبه جدا بالقصص اللي بتعملها، وان هي بتفكرها بصديقها الخيالي اللي كانت بتتكلم معاه معظم الطفوله. لكن جيسيكا بتكون مش مهتمه عشان تسيبها وتمشي. والناحيه التانيه بتتحرك جيسيكا على دار التاهيل، واللي بيكون فيها والدها، وبنعرف ان هو بيعاني من شويه مشاكل عقليه. لكن الغريب انه مش فاكر بنته. ومع الوقت بيبدا ان هو يتعرف عليها، وبيقول لها ان هي سابتهم لما كانت صغيره، وان كل اللي حصل بسبب واحده اسمها سي بي. فطبعا جيسيكا بتكون مش فاهمه اي حاجه. وفي النهايه بتخرج من المستشفى، وبعدها بنشوف تايلور بيستغل الفرصه ان هي وحيده في البيت، وبتحاول تطلب من ليام ان هو يجي عشان يقعد معاها شويه. وهنا بيسمع اليس وهي بتتكلم مع الصديق الخيالي بتاعها، وبيفضل يتريق عليه لحد لما بتسيبه وتمشي. وفي الاخر ليام بيعرض على تايلور ان هم يشربوا مخدرات مع بعض. هنا مش بتوافق ان هي تعمل كده، فبيفضل يشرب لوحده، وبيحاول ان هو يجيب حاجه عشان يشرب فيها، لكن من المطبخ بتقع وتتكسر على الارض. فبيحاول ان هو يجيب اي حاجه عشان يمسح الارض بسرعه، لكن بيسمع صوت غريب جاي من الاوضه، والانوار بتفضل تطفي وتشتغل لوحدها. طبعا بيظهر الشخص الخيالي الاليس وبيهجم عليها، وهنا بيكون فاكر انه بيخرف مش اكتر بسبب المخدرات اللي شربها من شويه. وفي النهايه بتوصل جيسيكا على البيت، وبتعرف والده ليام عن كل اللي حصل دلوقتي، فبتقول لها ان اللي بياخده ده اصلا علاج للحساسيه مش برشام ولا حاجه. طبعا ليام بيكون مش عارف اللي حصل من شويه ده حقيقي ولا خيال، لكن بيقرر ان هو يخرج من البيت دلوقتي. والناحيه التانيه بيرجع جيسيكا على الاوضه بتاعتها، وفي الوقت ده بتشوف ان في واحد مبوظ الرسمه بتاعتها، وبتخمن ان هي اليس لحد لما بتروح على الاوضه بتاعتها، وبتشوفها نايمه بطريقه غريبه. هنا بتسمع صوت اليس اصلا جاي من تحت البيت، فبتقلق اكتر عليها. ولما بتشيل الغطا من على السرير بتشوف الدميه اللي كانت موجوده. الناحيه التانيه بتحاول اليس ان هي تعور ايديها في المسمار، لكن بتلحقها جيسيكا في الوقت المناسب قبل ما تعمل اي حاجه. وبعدها بتحاول ان هي تتصل على جوزها ماكس، وطبعا بتعرفه ان هي مش عارفه تتعامل مع البنات لوحدها، وبتساله ممكن يرجع امتى. وبنشوف ان الطفله بتسمع كل حاجه من بعيد، وبيخلص اليوم على كده. في الاخر بتقرر جيسيكا ان هي تتصل على الدكتوره النفسيه بتاعت اليس، وده عشان تعمل معاها جلسه جديده. وفعلا ده اللي بيحصل.
هنا بتطلب منها تحكي اكتر عن الدمية بتاعتها، فبتعرفها ان هو بيحبها جدا وطلب منها تعور نفسها وان ده جزء من اللعبة مش اكتر اللي كانوا بيلعبوها. والغريب ان الدمية بتبدأ ان هي تتكلم ومحدش بيسمعها غير أليس، وبيعرفها ان هو مش بيحبها ولا حاجة وبيعمل كل ده عشان يخليها تخلص من جيسيكا، وبترجع على الأوضة وهي معيطة وبيفضل يقول في كلمة أبدا أكتر من مرة. هنا الدكتورة بتكون فاكرة ان الطفلة اللي بتقلد الأصوات مش أكتر، وعملت كده من شوية، وبتحاول ان هي تتكلم مع جيسيكا عشان تعرفها آخر التطورات في الجلسة بتاعتهم، وبتوريها فيديو لطفل اسمه لويس، وبتعرفها ان هو برضه قطع صباعه، وبيقول لها ان صديقه الخيالي طلب منه يعمل كده في نفسه، وان بعد الفيديو ده الطفل اختفى حوالي اسبوع ومحدش يعرف مكانه. ولما شافوه مرة تانية فضل يقول كلمة أبدا، ودي نفس الكلمة اللي كانت بتقولها أليس من شوية. إن جيسيكا بتعرفها إنه ممكن ترمي الدمية وتخلص منها لو ممكن ده يشكل خطر على حياة الطفلة، فبتقول لها إن هي ما شافتش الدمية أصلا ولا حتى تايلور. والمرعب في الموضوع إن الدمية فعلا مش بتظهر في أي فيديو الدكتورة سجلته دلوقتي، فبتكون جيسيكا قربت تتجنن وبتفضل تدور على الدمية في كل مكان حواليها. هنا الدكتورة بتعرف إن جيسيكا نفسها محتاجة دكتور نفسي، وبتدي لها رقم واحد متخصص في الحوارات بتاعتها وإنها ممكن تروح له عشان تتكلم معاه شوية. بترجع للأوضة عشان تدور في كل الرسومات بتاعتها وهي طفلة، وهنا بتصدم إن الدمية كانت بترسمها في كل حاجة قبل كده. في الوقت ده بنفهم إن الدمية كان برضه صديقها الخيالي وهي صغيرة، وعشان كده بتفضل تشوفها مع أليس لحد لما بنرجع عليها. هنا بنشوف إن أليس بتفضل تدور عليه في كل حتة لحد لما بتشوفه في القبر، وبتعتذر له عن اللي حصل من شوية مع الدكتورة، وبنلاحظ إن الدمية بتقدر تسيطر على كل تصرفاتها. فبيعدي الوقت وبتطلع جيسيكا مع تايلر على الأوضة بتاعت أليس، لكنها بتكون مش موجودة وبيفضلوا يدوروا عليها في كل حتة. في النهاية بيتصلوا على الشرطة بعد لما أليس بتكون اختفت من البيت، وبتبدأ جيسيكا إن هي تفكر كلام أبوها لحد لما بيعرفها إن هي اختفت وهي صغيرة. الناحية التانية بتحاول تايلور إن هي تدور على أختها في الشوارع لحد لما بتشوف جارتهم، وبتعرفها اللي حصل لأليس وإن ده بسبب صديقها الخيالي، وإن الكيان ده للأسف بيتغذى على روح الأطفال السليمة، وده زي اللي حصل مع أليس بالظبط. وللأسف بتكون فاكرة إن الكيان ده شخص طيب وصاحبها. وفي الأوضة جيسيكا بتحاول إن هي تفتكر اللي حصل معاها وهي صغيرة، وبتشوف اسم سي بي على الحيطة، واللي بنعرف إن هو نفس الصديق الخيالي لأليس. وبعدها بترجع جلوريا مع تايلور على البيت عشان يساعدوا بعض إن هم يشوفوا أليس، وبتحاول جيسيكا إن هي تعمل كل حاجة للصديق الخيالي اللي كان عاوزها من أليس، وده عشان يفتح بوابة العالم التاني. هنا بيحصل كده قدامهم، وبنلاحظ إن جيسيكا بتشوف نفسها وهي صغيرة فعلا، وبتعرف إن الأب كان بيضحي بنفسه لما دخلت على العالم ده عشان ينقذها، ومن ساعتها هو بيعاني من مشاكل عقلية. وبعدها جلوريا بتقفل الباب وراهم، وبتكون فرحانة جدا إن الأبحاث بتاعتها طلعت صح فعلا، وبتعرفها إن هم لازم ينفذوا كل الطلبات بتاعت الدمية. وقبل ما تكمل كلامها بيظهر الكيان عشان يخلص عليها، وطبعا جيسيكا مع تايلور بيهربوا بسرعة وبيحاولوا إن هم يدوروا على أليس. وفي النهاية بيشوفوا البيت بتاعهم القديم، وأليس بتكون مع أمها، وعشان كده بتفضل محبوسة في العالم الخيالي اللي هي كانت رسماه. طبعا أليس بترفض إن هي ترجع معاهم مرة تانية، وبتكون فاكرة إن ده العالم الحقيقي، وبتقرر جيسيكا إن هي تعمل باب جديد تخرج منه اكمنهم في العالم الخيالي وممكن تعمل فيه أي حاجة. وبعدها بيحاولوا إن هم يطلعوا من الباب ده، وفعلا بيرجعوا تاني على العالم الواقعي، لكن للأسف بتكون جيسيكا لسه في العالم الخيالي، وده عشان تحارب صديقها الخيالي. وهنا بيعرفوا ان أليس كانت طعم اصلا من البدايه، وده عشان توصل على هنا ويقدر ان هو يهجم على جيسيكا ويخلص عليها، لكن بترجع تايلور عشان تاخدها مره تانية، وبيهربوا منها بكل سهوله. وفي النهايه بيحرقوا البيت عشان يخلصوا من اللعنه دي للابد، وبيحاولوا ان هم يتحركوا على اي فندق عشان يقعدوا فيه شويه، وبيلاحظوا طفل قدامهم مع نفس الدميه اللي كانت مع أليس. وهنا بيعرف والدته على صديقه الخيالي الجديد، وطبعا بنعرف ان اللعنة ما خلصتش لحد هنا، لكن بيخلص ملخص النهاردة. فما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. اشوفكم ان شاء الله قريب جدا في فيلم جديد. سلام.